وكاتب ان احمد دياب هو اللي جايب الدوري، وبتعتب بتقول لاحمد دياب ليه ماشيني وراك يا كابتن محمود؟ اولا كابتن احمد دياب راجل محترم، لا كابتن خطيب جنبه قال له اتفضل يا كابتن عشان يعدي من الممر، عشان كابتن استاذ احمد دياب النائب راجل محترم، راجل عارف يعني ايه قيمه الاسطوره محمود الخطيب. ده انت حتى لو ماشي جنب الكابتن محمود الخطيب اقول له اتفضل يا كابتن، ده اسمه ادب واحترام. مش انت ليه ماشيني ورا، ده انا اللي جبت لك الدوري. انت عارف والزملكاويه كلها عارفين والناس كلها عارفه ان النادي الاهلي كسب الدوري عشان عنده جمهور وراه، عنده روح الفانلة الحمراء، عنده الاهلي بيكسب حتى في اخر دقيقه من الوقت الضايع، ما بيفقدش الامل. اوعى تقول ان في حد جاب الدوري للنادي الاهلي، النادي الاهلي جاب الدوري عشان عنده لعيبه موتت نفسها. شوف امام عاشور كان بيعمل ايه في ماتش بيراميدز، وكانت اخر كوره والراجل كان خد الكوره من عند الشناوي لحد الجون بتاع بيراميدز. يا عباس اللي انتوا ما تعرفوش، خد مني المعلومه، كان عامل مكافأة 50,000 جنيه للي من فريق فاركو لو هم كسبوا ايه الاهلي. قال لك اللي هيحقق هدف الفوز على الاهلي من لعيبه فاركو هديله مكافأة 50,000 جنيه. وكان واعد شيكا حارس مرمى فاركو اللي هو اتطرد عشان سوء النوايا، كان وعده قال له لو شباكك فضلت نظيفه وما دخلش فيه الجون هديك 50,000 جنيه. شوف الحقد، ويا ريت هيصرف كل دوت عشان خاطر الزمالك ياخد الدوري. لا، ما هو كده الزمالك الثالث مش هياخد الدوري، ده هو كل ده عشان خاطر بيراميدز ياخد الدوري. هو عنده اي فرقه تاخد الدوري الا النادي الاهلي. ليه؟ عشان بيكره النادي الاهلي. ليه يا كابتن ممدوح؟ يعني مش عارف ليه الكره ده للنادي الاهلي. وبرضه اقولها لك تاني، النادي الاهلي كسب الدوري عشان لعبته، عشان جمهوره، عشان اداره ناديه. ما تقوليش بقى احمد دياب، ما تقوليش محكمه دوليه الكاس، ما تقوليش اي حاجه تاني، لان ما حدش هيصدقك.